السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في قناة يوميات أسماء عدلي. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. جيت لكم النهاردة بالفرح اللي كنت قايله لكم عليه الفيديو اللي فات، كانت حنة اخويا وده فرحه. حبيت برضو ايه اخليكم تشاركوني في فرحتي، لان دوت برضو مش اخويا بس، ده ابني. هو العريس اسمه عبد الرحمن. هتقولي لي ايه ده، هو انت مسميه ابنك على اسمه؟ لان في كتير متابعيني من فتره كبيره جدا وعارفين اسامي ولادي لان بيطلعوا معايا في الفيديوهات. عندي ابني اسمه عبد الرحمن، ده حقيقي انا مسميه على اسم خاله من حبي فيه. فطبعا ده كان يوم فرحه، ده كاني ابني بجد، فرح ابني بجد يعني. فالصراحه كان فرح في منتهى الجمال ومتنظم صح قوي قوي. و... وكانت العروسه والعريس دمهم زي العسل ودمهم خفيف. طول الوقت كان رقص وهيصه وكان بجد فرح في منتهى الروعة. مش عشان فرح اخويا طبعا، هو لا، فعلا الناس كلها شهدت بكده ان هو ما شاء الله اللهم بارك عدى على خير الحمد لله، وعدى خفيف وجميل. وهو طبعا كان داخل بالعربية على اغنية بتاعت احمد سعد، بس انا مش هينفع كنت اظهرها لاني في حقوق تبعه كده. عشان حقوق طبعا انا طبعا شلت خالص الاغنية و... وحطيت طبعا صوتي عليه علشان خاطر بس ايه ما يعملوليش بقى حقوق طبع ونشر والكلام ده. فدي كانت بداية حفلة الزفاف. اول حاجة ما كانوا نازلين من فوق، طبعا كانت العروسة من اول النهار بتتمكيج وبتظبط نفسها وكل حاجة في القاعة، ليها اوضة فوق خلصت كل حاجة. وفي الميعاد طبعا المفروض متفقين عليه، نزلت طبعا اخدها ونزلوا سوا. وبعد ما نزلوا هو بقى لوحده دخل بالعربية لوحده. وبعدين هي نزلت زي ما انتوا شايفين كده. دي انا مش عارفة اسميها ايه يعني، هو عبارة عن ايه، حاجة كده شبه كأنها شبه الملايكة يعني، هي نازلة كأنها شبه الملايكة الصراحة. إيه طبعا فستان ابيض وكده، بحس اي بنوتة بتلبس الفستان الابيض حقيقي بتبقى شبه الملايكة. مفيش عروسة شفتها لابسة ابيض وقلت عليها دي مش حلوة. كل العرايس في عينيا زي القمر. و... وعروسة اخويا كمان حقيقة يعني زي القمر، وبنت محترمة جدا ومؤدبة قوي. ربنا يا رب يبارك لهم يا رب، ويبارك جمعهم وزواجهم ويكرمهم بالذرية الصالحة ان شاء الله. طبعا الكاميرا هنا اتهزت مني شوية، مش مشكلة هكمل. طبعا هنا بقى ايه، خلاص اخدها من ايديها وعطاها البوكيه وهتبتدي تطلع هي على البست. والمفروض ان هنا هيبقى فيه رقصة. ماشي، طبعا الاغاني اللي كانت شغاله كلها في منتهى الجمال والاغاني كلها بترقص. و... وهم داخلين كانوا داخلين على شعر كأنه العريس بيقول لعروسته، شعر في منتهى الجمال. إيه، لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش باللايك ودعاء حلو وكومنت تحفيزي، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. وهسيبكم على الفرح طبعا شويه. يلا بينا.
فقرة من ضمن الفقرات كانت فقرة نوبي، طبعا دي اقرب الفقرات كانت لقلبي. بحب الاغاني النوبي جدا. وطبعا كان في اغاني، طبعا عارفين انتوا اغاني محمد منير، نعناع الجنينة، والاغاني اللي هي النوبية الجميلة المعروفة دي بتاعتنا. كانت شغالة، بس طبيعي يمكن زي ما قلت في اول الفيديو ان انا ما كانش ينفع طبعا اعرض اي اغنية عشان خاطر حقوق الطبع والنشر وكده يعني. فطبعا احلى ما في الفرح ان احنا جمعنا كل اصحابنا وكل حبايبنا وكل قرايبنا وناس ما شفناهاش بقالنا كتير شفناها. لا بجد كان يوم في منتهى الجمال في كل حاجة في كل حاجة. والعريس كان قمر، والعروسة كانت قمرين. و... وعايزة اقول لكم في الوقت ده بقى كانت هي غيرت الفستان بتاعها، قلعت الفستان اللي هو التقيل بقى اللي كله تطريز اللي بالكم فيه ده وراحت لبست واحد سامبل كده كانت زي القمر فيه. لا بجد كان في منتهى الجمال الفستان طبعا والفرح. وقعدنا رقصنا وغنينا، وكان يوم ما فيش بعد كده. طبعا هو المقطع ده المفروض كان يتحط في الاول، بس انا شكلي عكست يعني. هما كانوا لسه داخلين الفرقة اللي هي النوبية، دي كانت دخولهم وبيرقصوا مع العروسة والعريس. وزي ما انتوا شايفين العروسة كانت مغيرة بقى هدومها هنا، ورقصوا شوية مع بعض وغنوا وبتاع. لا كان بجد يوم في منتهى الجمال. ما تنسونوش بالله عليكم باللايك والكومنت، لازم كومنت واللي ما اشتركش في القناه فعلا يشترك. يمكن قلت الكلام ده في الاول، لان انا بيكو وليكو. انا هعلى بيكو يعني، انا مش هعلى لوحدي. ف اتمنى يعني ان كنتوا تدعموني بكومنت حلو، بلايك، باشتراك. السلام عليكم.